السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتي شيوات امين ديليس كاتو. وصفه هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم تحليه اولا ديسير اللي كريم كراميل، عباره عن كريم كراميل كيجي بنين بزاف راقي شكلا ومذاقا. تحضروه للضيوف ديالكم بتحميره الوجه. اذا شنو غادي نحتاجو ليه في المقادير؟ عندي هنايا نصف لتر من الحليب، عندي نصف لتر من القشده الطريه اولا الكريم فريش. ومن الاحسن يعني من الاحسن ما كنديرش اشهار، ولكن عن تجربه من الاحسن تكون هاد لا مارك هذه ولا لا. داكشي علاش حطيتها بالعلبه ديالها. عندي هنا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وكيبقى حسب الذوق، ممكن ديروا اكثر ممكن تنقصوا على حسب لي فلون اللي عندكم. عندي هنايا 2 فلون ديال الفاني. الا استعملتوا الفلون الكبير اللي فيه سكر سنيده فنقصوا من الحلاوه ديال فنقصوا من السكر سنيده، يعني ما ديروش 2 معالق ولا ما ديروهاش كاع. وعندي هنايا هاد الفلون هذا الكريم كراميل رويال كيتباع في لي غروند سيرفاس في مرجان اولا كارفور. هاد رويال كيجي بنين بزاف، يعني علبه منه هو راه فيه سكر سنيده، داكشي علاش انا درت هنا غير 2 ملاعق كبار. اذا 2 فاني وواحد كبير كريم كراميل. وعندي هنايا 10 دراهم ديال الكركاع اللي جبتها وحمرتها في المقله على نار مهيله حتى طلق الكركاع الزيت ديالو، وطحنته على هذا الشكل، خليته شويه مهرمش باش غادي يعطيني واحد القرمشه في الديسير ديالي، ما يجينيش هكاك يعني بوحدو. المهم ضروري ندخلوا عليه شي حاجه ديال المكسرات. واخر حاجه غادي نحتاجها وهي هاد الكراميل الجاهز، ممكن تحضروه في الدار لان ضروري غادي نديروا واحد الطبقه ديال الكراميل، عاد غادي نصبوا الخليط ديالنا فوق منها. اذا ان شاء الله ندوزو مباشره طريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها كناخذوا المول اللي غادي نديروا فيه الديسير ديالنا. شوفوا نتوما المول اللي بغيتو، اي مول متوفر عندكم بغيتو ديروا فيه الديسير ديالكم ممكن تعتمدوه. ولكن من الاحسن يكون هذا اللي هكا فيه الحفره في الوسط. علاش؟ باش حتى ملي كتبغيو تقطعوه كيجيوكم لي مورسو مقادين وزوينين. اذا كناخذوا هذا المول، الا خفتوه مثلا تلصق لكم فيه التحليه ديالكم الاحسن دهنوه شويه بالزبده. وغادي ناخذ الكراميل ديالي عفوا غادي نوضعو في القعر على هذا الشكل، نوزعوه مزيان لان باش ملي ندخلوه للثلاجه يلا يسيح لينا مع التحليه ديالنا. ما نديروش كميه كثيره بزاف، ولكن عاوتاني ما نديروش غير شويه، يعني نديرو اللي غادي يجينا اللي غيهبط لينا على التحليه مع الجناب. صراحه كنحضروا في الدار، ولكن كيبقى هذا اسرع واسهل. الا ما كانش متوفر عندي داك الساعه عاد كنحضروا هكا. وغادي نجيب معلقه وغادي نحاول نغطي، ما نخليش باين، ندير منه طبقه حتى هو على هذا الشكل. نحاول نوزعه باش منين نحضروا التحليه ديالنا يكون المول واجد مباشره نصبوها فيه على هذا الشكل. نغطيو جميع الجهات. هاد التحليه كتجي راقيه وكتجي لذيذه بزاف، غير جربوها. بالخصوص نديروها للضياف ديالنا لان كيف كتعرفوا شويه المكونات ديالها صراحه ما عندهم حتى علاقه بالاقتصاد. ولكن مره علاش لا. اذا صافي، دابا غادي نحط المول ديالي جانبا ونبداو نحضروا التحليه ديالنا ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ هاد لي ساشي ديال الفلون كيف قلت لكم 2 فاني، غادي نوضعهم في الكاسرونه. ساهله، ما فيها لا مراحل لا حتى شي حاجه، فيها مرحله وحده كنخدموا فيها كلشي دقه وحده. على هذا الشكل. هاد التحليه كتقدم كديسير من مورا في العرايد، من مورا الغدا في المناسبات اولا العشاء. وهذا الفلون كريم كراميل الكبير، هذا فيه سكر سنيده. غادي نضيف هنا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نضيف الحليب
كيما بهذا الشكل. غادي نحرك صافي طريه، يعني كلشي كيذوب بسرعه. ودابا غادي نزيد اخر حاجه وهي هاد الكريمه هادي، نصف لتر. وغادي نحرك. دابا غادي ندي هادشي كله فوق النار حتى يغلي. المهم انا نحطو فوق النار وغنرجع لكم. اذا هانتوما كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الخليط ديالي فوق من النار. كنبقى نحركو ملي كنشعل عليه، وانا كنحركو حتى الغليان. وملي كيقرب يوصل الغليان راه كيدير بحال كيتقال شي شويه. صافي داك الساعه غير كيبان لينا غادي يبدا يغلي، ما نخليوش حتى يغلي، غير نطلع الغليه صافي وكنطفيو عليه وندوزو ان شاء الله للمرحله المواليه. وهذا هو الخليط ديالي من بعد ما حيدته من فوق النار. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف له هاد جوز الهند اولا الكركاع شويه بشويه وانا تنحرك باش يتخلط معاه. هانتوما كيف كتشوفوا هذه هي الكميه اللي عندي. نجيب شي معلقه. كيجينا حتى في الشكل ديالو، يعني ماشي سامبل، كيجي هكاك فيه داك الكركاع باين. صافي دابا غادي نجيب المول اللي حضرنا وغادي نصبو فيه بشويه غير من واحد الجنب. هو راه غادي يمشي بطبيعه الحال. نحاولوا نصبوه غير بشويه. بهذا الشكل هذا. تنفرغ الكميه اللي عندي كلها بطبيعه الحال. هانتوما كيف كتشوفوا راه تبارك الله كيعطي كميه كبيره. دابا الكاميرا ضبات سمحوا لي. دابا غادي نخليه هنايا فوق، هنايا في طاوله العمل. غادي نخليه حتى يولي ليا في درجه حراره الغرفه، وعاد من بعد غادي ندخلو الثلاجه. غادي يبقى في الثلاجه 6 سوايع حتى يتماسك مزيان ويجمد، ونقدر انني نحيدو من المول ديالو بكل سهوله. ونتلاقاو ان شاء الله هذاك الساعه باش نشوفوا طريقه التزيين والشكل النهائي ديالو. ورجعت لكم بعد ما وجد الديسير ديالي اولا التحليه اللي حضرنا مع بعضياتنا. كيف كتشوفوا معايا كتجي هائله، المنظر ديالها رائع والمذاق ما نعاودش لكم، يعني شي حاجه رائعه. دابا غادي ندوزو للتزيين. عندي هنايا شويه ديال الكريم شونتيي اللي طلعته ودرته في بوشيط، غير شويه يعني من كميه قليله غير باش نزينو. غادي ندوز ندير. المهم الزين كيبقى اختياري، ولكن من الاحسن نزينو بالقشده الطريه كغابيل اننا هي اللي دايرين لداخل. صافي على هذا الشكل هذا. نحاول نكحز هذه لهنا باش يجوني مقادين ما يجوش من بعدين. على هذا الشكل عندي هنايا كركاع خليته، غادي نزين به على هذا الشكل. ما غاديش ندير فيهم كلهم، غادي ندير وحده هي وحده لا على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا معايا بحال هكا. اذا زينا على هذا الشكل هذا كيف شفتوا معايا. دابا غادي نزيدها شويه ديال الكراميل اختياري. الا بغيتو تزيدوا، ما بغيتوش صافي كتكتفيو بهذاك اللي درنا في الاول. ديجا راه كاين بزاف، انا غير باش نزين حتى الطبق بهذا الشكل هذا. وغادي ندردر شويه ديال اللوز مهرمش كنتوفر عندي في البيت. بحال التحليات من الاحسن نديروا لهم المكسرات كيجيو فيهم زوينين. اللوز انا ديما كنشريه وكنسلقو وكنطحنو وكنسلقو وكنحمرو وكنقليه وكنطحنو وكنخليه عندي كيتحتاج بزاف. كيبقى مزيان. ديروه في الثلاجه، حضروه ديروه في الثلاجه في شي بواطه هكا محكمه الاغلاق
بالنسبه له تزينوا به اولا ديروا مثلا السفه ولا شي حاجه كتلقاوه موجود. اذا دابا هذه هي التحليه ديالي واجده. دابا غادي نحاولوا اننا نقطعوها، نشوفوها كي دايره من الداخل باش تشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها. بسم الله، كتجي رائعه وكريميه. بسم الله. اذا ها نتوما كيف كتشوفوا هائله، قوام كريمي. شفتوا؟ نوضعها في صحن قديم. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا متماسكه لذيذه، منظر رائع والمذاق ولا اروع. ها نتوما نجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى ان وصفتي ديال هذا النهار تنال اعجابكم، وما تنساوش تخليو لهذا الفيديو لي جيم. الناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه ديالي كنقول لكم اشتركوا، فعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات شهوات امين ديليز كاتو. مع السلامه.